روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية وهو رجل ضرير أعمى الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيده الراية، راية سوداء. قال: قلت له: يا ابن أم مكتوم، ما تصنع وأنت أعمى؟ قال: أكثر سواد المؤمنين، وإذا فر الناس لا أفر، لأني لا أعرف أين الطريقة التي أفر منها. انظر إلى حيلة المنافقين. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر بعملهم هذا يشجعون الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لماذا أكد على الأفواه والقلوب؟ لأن الأفواه محل إيمان المنافقين، والقلوب إذا اتفقت مع الأفواه هي محل إيمان المؤمنين الصادقين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله أعلم بما تنطلي عليه ضمائرهم وسرائرهم.